كنعرفوش نتعاملوا معها. هذا هو المفهوم الحقيقي ديال الانترنت. واحد العالم كبير مظلم ما فيش خاوي. يعني شنو كيبين لك هنا؟ تكون داير واحد المجموعه ديال الاحتياطات وخاصك تخاف. يعني هذا هو الاصل ديال الانترنت. رشيد عافاك عليك. مرحبا. علاش قلنا 5% مضويه علاش انا ني با انديكسي ني با ريفيرونسي على انه ما كيكونش ما غاديش. اليوم كما حضرتوا معنا كنا على موعد مع فعالية دورة تدريبية، يعني التي تندرج في إطار تدريب بالنظير الذي تشرف عليه منظمة انتر نيوز ومجموعة من الشركاء ديالها. اليوم كما شفتوا أن مدينة أكادير يعني 10 ديال الأشخاص، منهم صحفيين، منهم عاملين وعاملات في المجتمع المدني، كانوا على موعد مع الدورة التكوينية اللي حاولنا نقربهم فيها بآخر يعني ما يتعلق بالأمن الرقمي، كيفية تفعيل يعني مجموعة من الأشياء اللي من شأنها غادي تساهم في الحماية، وهذا الشيء كامل غادي كيدخل في إطار يعني واحد الحماية شاملة من الانترنت ومخاطر الانترنت. اليوم أصبحنا نعيش في عالم افتراضي أكثر من العالم الواقعي. هذا العالم مازال عندنا فيه واحد الأمية وفي وليداتنا والناس اللي قراب لينا. كما تنقولوا الانترنت هي واحد الزنقة مظلمة يتطلب التجول فيها، يعني المعرفة بواحد المجموعة من القواعد ومن الأساسيات. اليوم كما عرفناهم حاولنا حتى حنا نوصلوهم، اللي منها المصادقة الثنائية، منها المعرفة يعني من المخاطر المحيطة، يعني من هو الهاكر، كيفاش كيفكر الهاكر، شنو هي الخطورة ديال المعطيات الشخصية اللي كتنشرها في الانترنت، واش كتبقى ولا ما كتبقاش. يعني هادشي كله في اطار المساهمة في خلق جيل واعي عارف المخاطر اللي كتحيط به. تتطلب واحد المجهود اكثر. ربما راه هذا دي موت باس غادي يكون خاصهم 4 مليون سنه حاليا بالبيسي ديال دابا. من هنا لغدا ما غاديش تبقى قداهم هذيك 4 مليون، غادي يولي في 4 دقائق. يعني من هنا لغدا اليوم حاليا قلنا بان الموت باس فيه 14. الا عقلتو كان الموت باس لي نورم ديالو كان 8 الحروف. مستفيدة في واحد الدورة تكوينية حول الأمن الرقمي. هاد الدورة التكوينية في الحقيقة حنا كإعلاميين أو في الميدان ديال المجال الصحفي محتاجينها بزاف، اللي من خلالها تعرفنا على مجموعة ديال المفاهيم. أولها أن الهاكر أو هذا المصطلح أو هذا الشخص اللي يقدر أي واحد يقدر مثلا يكون يعني يقدر يكون يمثل هذه الصفة هذه، سواء كان من الأقارب ديالك أو من الجيران أو أنت شخصيا. من بعض المفاهيم الأساسية اللي او الاليات اللي استفدنا منها وخديناها من بينها المصادقه الثنائيه. عرفت من خلال هذه الدوره التكوينيه انني كيفاش نحافظ على المعلومات او المعطيات الشخصيه، كيفاش نوظفها وكيفاش يعني نرتبها، ومن ما تخلقليش واحد المساءله لا من ناحيتي انا ولا من ناحيه الاخرين. كنشكر الاخوه اللي حضروا معنا والاستاذ المؤطر اللي كان في المستوى. تحياتي لكم، شكرا. تحط راسك في مواقف اللي كنديروا الاستخفاف عند الاستخفاف ما كيوليش يشكل خطر عليك انت وعلى عائلتك وعلى المحيط. انا كنقول تقول لي وايلي انت اش غيدوا لي، هي راه غيدير كاع الموت باس، ولكن هذاك الموت باس ما بعده يطلقوا عائلات.